السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كيكة حلوة وجميلة، كيكة الجيلي، الكيكة الباردة. هنا هنجيب أي نوع من البسكوت عندك. أنا استخدمت باكيتين كبار من البسكوت، ممكن 50 قطعة أو أكتر. هنا هنجيب فيه 3 كوبايات من الحليب في حلة، نقلبه هنا على البارد مع المكونات بتاعتنا. وصلتي الحتة دي؟ يبقى كده انتي معايا في الفيديو. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. هنا هنحط 3 معالق كبار مليانين من النشا. معلقتين من الدقيق برضو كبار مليانين، أي نوع دقيق عندك عادي. و3 معالق كبار من السكر. حابة تعملي كمية أكبر ممكن تحطي 4 كوبايات حليب، كل كوباية ليها معلقة، معلقة نشا ومعلقة سكر، ممكن تحطي نص معلقة من الدقيق. هنقلب المكونات كده على البارد مع بعض. انا في الوصفه دي هحط القشطه، انت ممكن هنا على البارد تحطي معلقتين كريم شانتيه عادي براحتك مكان القشطه يعني، بس هتحطيها على البارد مع المكونات هنا. ممكن بعد كده هقولك لما احطه على النار هقولك ممكن تستبدليه بايه تاني. هنقلب كده كويس، ندوب النشا والدقيق والسكر كويس. وبعد كده هرفعه على النار. اقلب باستمرار عشان ما يلزقش وما يعملش معايا تكتلات من تحت او ما يتحرقش مني، يعني دايما نقلب على طول. اول ما هنحس ان القوام بتاعه هيتقل زي ما قلت لكم، انا هنا هحط القشطه، يعني هحط معلقه من القشطه اهو، القوام بتاعه يتقل معايا. شايفين؟ هنا بقى هحط القشطه بتاعتي، انا هحط معلقه كبيره من القشطه دي، القشطه الدمياطي الموجوده في كل المحلات. هحط منها معلقه كبيره، ممكن تستبدليها بمكعبين من الشوكولاته البيضاء، ممكن تستبدليها زي ما قلت لك على البارد بمعلقتين من الكريم شانتيه. بس هنا انا بحب القشطه، ممكن تستبدليها برضو بالزبده، يعني ممكن تحطي مكعبين زبده هنا على على النار معاها. فانا استبدلتها بالقشطه، القشطه بتديها طعم غني وجميل. الوصفه دي مظبوطه بالظبط، يعني المهلبيه بتاعتك مظبوطه بالظبط، السكر بتاعها مظبوط، لا هي مسكره ولا هي قليله في السكر. ادي القوام اللي انا عايزاه اهو، ده القوام اللي انا محتاجاه. هنزلها كده من على النار علشان تهدى. هنا هجهز الجيلي بتاعي اهو. احط باكت من الجيلي، دي كوباية واحدة كبيرة من المية السخنة لسه بتغلي، معلقة ونص من السكر، مظبوط بالظبط، يعني المعلقة ونص دي للجيلي. انا بعمل الجيلي هنا تقيل شوية، مش بحط كوبايتين من الوصفة المعتمدة، لا انا بحط كوباية واحدة علشان عايزاه يتماسك بسرعة. اقلب كده الجيلي في السكر لحد ما يدوب والمية السخنة، علشان ما يبقاش فيه تكتلات من تحت او حتت لسه ما دابتش، لازم كله يدوب. هدوبه كويس. انا مش هرفعه على النار، انا خلاص حطيت له ميه بتغلي. خلاص الجيلي بتاعي كان جاهز.
شايفين؟ مفيش أي حبات أو أي حاجة من السكر أو حبيبات الجيلي. على جنب علشان يهدى. هنا بقى هحط البسكوت اللي أنا جبته أهو، زي ما انت حابة أي نوع بسكوت عندك. هتكسريه حبات يعني متوسطة، مش صغير خالص ولا يعني، يا دوب مثلا قطعة البسكوت هتكسريها على 3 أو على 2 زي ما انت حابة. لو كانت صغيرة، لو كانت كبيرة يبقى على 3. مش عايزة التكسيرة تبقى صغيرة، أنا عايزاها متوسطة اهو. هنشربه بقى بنص كوباية من الحليب. ممكن في الحتة دي ممكن تحطي له لو انت مش عندك حليب تاني ممكن تحطي آه مية، معلقة من القهوة سريعة الذوبان. بس أنا طبعا عشان هنا هستخدم المهلبية، فهيبقى الأقرب للطعم الحليب. لو انت هتعمليه بالشوكليت يعني، ممكن تحطي معلقتين من الكاكاو على المهلبية بتاعتنا، الكاكاو الخام الأسباني طبعا. يعني ممكن تعمليها بأكتر من نكهة يعني. مش دي أفضل. ننزل بالمهلبية بتاعتنا اللي احنا عملناها، أو الكريمة الكدابة. هنسوي الأطراف كده، أهم حاجة ما نسيبش فراغات في طرف الصينية علشان الجيلي بتاعنا ما ينزلش من تحت أهو. أهم حاجة الحتة دي، إن احنا الأطراف يبقى فيها الكريمة لازقة فيها علشان الجيلي بتاعنا ما ينزلش في البسكوت من تحت. احنا هنا بننزل المهلبية كده علشان تنزل بين طبقات البسكوت. هنا هنسيبها شوية تهدى، شوية بسيطة كده. أول ما تعمل طبقة كده، أحس إن هي عملت لها وش كده أو طبقة، هنزل بالجيلي وهو كده خلاص كان هادي. أهم حاجة الجيلي يكون هادي بارد شوية علشان ما ينزلش تحت وياخد المهلبية. لو هو سخن ياخد المهلبية بتاعته يسيحها وينزل تحت، مش هيبقى طبقات. اهو شايفين؟ ينزل عادي كده اهو. حاجة المهلبية تكون هادية باردة والجيلي يكون برد. هننزل هنا بمكعبات من المانجا. الطبقة دي اختيارية، لو انتي مش حباها خلاص ماشي اوكي. الحالة دي بترطب على القلب، يعني مش عايزة اقول لكم ان هي لما بتتاكل ساقعة جميلة جدا. يعني تحسي نفسك كده ان انتي يعني منتعشة كده، بتحسي ان هي حالة منعشة جميلة جدا. هتستمتعي بكل طبقة فيها ليها طعمها، تستمتعي بمزيج من أطعم جميل جدا. هنا خلصنا كل كمية المانجا اللي عندي. حطها في التلاجة كده علشان تتماسك 3 4 ساعات 5 على حسب ما انتي عايزة درجة تماسكها. اهو هنا كانت جهزت معايا واتمسكت كده قدامكم. نشوف طعمها وشكلها والطبقات بتاعتها. حابة الطبقات تكون أكتر زودي المقدار شوية. شايفين الطبقات بتاعتي؟ شايفين الجمال؟ كل طبقة في التانية، يعني المهلبية نزلت شوية على البسكوت وأخدت طبقة معاه، والجيلي قاعد زي ما هو في مكانه منزلش تحت ولا اختلط بالمهلبية بتاعتي. طعم جميل جدا لا يقاوم. أنا عن نفسي ما قدرتش أمسك نفسي من طعمها. يعني الطعم جميل جدا وكل طبقة بطبقتها وطعمها جميل. إذا وصلتوا لهنا متنسونيش ومتبخلوش عليا بلايك وشير وسبسكرايب إذا عجبتكم الوصفة بتاعتي.